اهلا بيكم. معاكم شوقي ومعاكم ستار معاكم آسر ومعاكم برهان ومعاكم علا ومعاكم روان وده فارماكاست. اهلا بيكم في حلقه جديده من فارماكاست. وحلقه النهارده ضيوف فارماكاست هم فارماكاست نفسهم. سيزون طويل بقالنا كتير بنحضر ناس تاني ورانا. الله يسلمك عمنا. اهلا بيكم وصلنا الخطوه. لسه بداية الرحلة ايه بداية الرحلة ده طموح قوي طموح قوي. لا ما لا يعني احنا لسه ده ابننا ده معانا ده لسه معاكم حد تستند ريليز روان لسه برضه قاعده معاكم حد قاعده معانا سنه. هو معانا سنتين ما شاء الله. لسه عمره الافتراضي اطول شويه. طب بما اننا احنا كلنا بقى في كليه صيدله، يعني نسال السؤال اللي بنساله اصلا لاغلب ضيوفنا، يعني حب ولا تنسيق؟ حب ما شاء الله. حب ولا تنسيق؟ والله حدوته طويله قوي. احكي لنا ورانا ايه. طويله قوي. انا من وانا في اعدادي حرفيا مشيت ان مبدا ان انا عايزه ادخل ألسن اداب فنون جميله، اي حاجه غير صيدله واي حاجه غير علميه على الاطلاق. خلنا ثانويه عامه، احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين نجيب مجموع كده يشرف البني ادم، بعد كده ندخل كل اللي احنا عايزينه. احنا بمزاج يعني مش دعوه. خلصت الامتحانات كله تمام، ما تسال حاجه ساينتفك. يلا بينا يعني يلا. وما كانش مجموع ظهر، ما كانش في اي حاجه ظهرت. طب علوم بايوفيزكس انا بحبها. بلاش. ايه ده والله بجد. علوم بايوفيزكس اللي منعني مدرس الفيزياء قال لي بلاش شاطر يعني وملهاش حاجه تحسب له، والله حاجه تحسب له بامانه يعني. فلا بجد يعني وبعدين جامده يعني ايه. فها المجموع ظهر. حلو جميل يجيب. حلو. دخلنا ايه عملنا يعني رحنا دكتور فور يو، قال طب حلوه، اسنان حلوه، صيدله حلوه. فانا كتبت ايه؟ طب اسنان صيدله، الترتيب الطبيعي المعتاد. بس بيني وبين نفسي اللي هو ايه، يا رب صيدله. فكده في الاخر كانت صيدله. اهلا يعني ده نقول حب على كده، حب بعد نضج. حلو ده بعد جواز فاهم. بالظبط بعد الجواز. وانا دي برضو كانت نفس الكيس بتاعتي. انا طول حياتي كنت عايزه اي حاجه ما عدا صيدله. فتره كنت عايزه اداب اعلام، فتره كنت عايزه تجاره انجلش او بيزنس، ودي بقى كانت الفتره اللي انا كنت فيها كبيره يعني ومحدده فيها انا عايزه اشتغل في ماركتنج، فهو بيزنس وماركتنج والدنيا في اللذيذ. حلو. بعدها جت ثالثه ثانوي وبقى في نوع من البير بريشر كده اللي هو كله بينافس على الحاجات العاليه. طب يا روان ما تنافسيش ليه؟ ففكرت في طب شويه كده اللي هو خلاص انا طب في دماغي قوي وبتاع، وكان ليا اصحابي كمان من طب، في الموضوع داخل في دماغي قوي كويس. بعدين انا فاكره بعد ما خلصت امتحانات كنت قاعده مع حد من صحابي بقول له بص انا هدخل اي كليه في الدنيا الا صيدله. راح قال لي طب بلاش تقولي كده لحسن الملايكه يكتبها لك دلوقتي. هي دي فعلا انت مش عايزه 10 مليون جنيه ولا حاجه يعني. فجت صيدله بقى. وفاكره ان انا مثلا قعدت في اول سنه كنت متقوقعه على نفسي بقى ومش عايزه ومش حابه ومش عارفه ايه، متضايقه يعني اول سنه جدا. كنت متضايقه جدا. دلوقتي سبحان الله بحبها، ولو رجع بيا الزمن هختارها يعني. سبحان الله. وانت ايه؟ لا انا كان من البدايه حب، وبالعكس انا كان والدي اللي مش حابب صيدله وانا اللي كنت بدعي يا رب. يعني انا كنت عارفه ان دحيحه وانا عارفه ان انا دحيحه بس بحب الصراحه. فحصل كده مشكله في النتيجه. حرفيا النتيجه كانت متظبطه بالظبط، او انا عايز صيدله واسكندريه فاتظبطت بالظبط على الصيدله اسكندريه. يعني لو اعلى نص درجه مش هكون، لو اقل نص درجه مش هكون. ان شاء الله. فيعني كانت حب، ودي كانت احسن حاجه حصلت بصراحه. حب ولا تنسيق؟ لا انت عارف انا عارف اللي فيها. بتفكرني بحاجات قصه طويله. هي كانت قصه طويله يعني. هو طبعا ما كانش حب خالص. هو كان اي حد عارف مش حب يا جماعه، مش حب. هو كان تنسيق. وكان انا ديول للكليه بنخلصها ما تخليش حق كده. يا فاهم. كان تنسيق وكان بريشر من البيت. بس يعني نقدر نقول انه والله برضو لو رجع الزمن يعني فهو يعني ده كان افضل سيناريو فعلا. ده كان السيناريو الافضل. ده حقيقي. بس اللي كان في الدماغ ايه ده اللي كان في الدماغ برضو ألسن. كلها صف ألسن شغال كلها لغات ما شاء الله. لا اصل انا في ثالثه ثانوي. شفت انت حوار السيلف ريلايزيشن والسيلف اويرنس والكلام ده. انت عملت سيلف اويرنس؟ انا عملت ثالثه ثانوي. حلو. انا عملت ثالثه ثانوي. عملته في اخر شهرين في ثالثه ثانوي. سابق سن. هو ده. قعدت مع حالي
عالي كده، واللي هو انت طب انت ايه الدنيا، يلا نشوف الدنيا فيها ايه. يلا نشوف انا مين. انا مين قايلينه فين انا ليه. فانت طب انت شاطر في ايه يا ستار؟ انت ايه المواد اللي انت بتجيب فيها اعلى مجموع باقل مجهود؟ اللغه. جايب امتياز في اعدادي صيدله لغه، والناس كلها جايبه مجهود وطلع اول واحد في اللجنه برضه. لا ده العادي، ده الديفولت يعني. فيعني فقلت خلاص بقى هي دي وبتاع. بس طلعت النتيجه، وطب احنا هنكتب صيدله. جد الكلمه دي والله ليها سحر، الكلمه دي سحر والله العظيم. ما جاتش خلاص يا نهار ابيض، بس وجت صيدله. احنا مستقبلنا كله رايح في الجمله دي. جد والله العظيم نعمل اللي علينا. انا اعترض. وبعدين حرفيا انا اول حاجه بعد الصيدله على طول ألسن، فبيبصوا لي لو ما جاتش خلاص اديك أنا كتبتي عملت اللي راضيناكي عليا. ولا لا، راضيناكي ولا لا، بس خلاص. بالظبط كده. فبس فبس ايه، هو اسر الوحيد هو اللي قال حب، فانا حاسه ان انا يعني لا عايزين نكتشف القصة، بس عايزين احنا كلنا حاجاتنا لا هو انا بصراحه كنت داخل ثالثه ثانوي ان انا عايز صيدله ان شاء الله. بس اللهم صل على في ثالثه ثانوي نفسها يعني كنت بذاكر وبتاع مش عشان اجيب مجموع صيدله. انا قلت ايه مجموعة اجيب العالي بقى عايز ادرس على ولاد خالتي كلهم. بالظبط كده نشوف الدنيا ايه. بالظبط يعني جبت مجموع حلو يعني. كان جايب لي طب بس في محافظتين مش اسكندريه، واسنان طبعا وصيدله. فانا اخترت صيدله الاول اساسا يعني، حتى مش صيدله اسكندريه اسنان اسكندريه طب، لا صيدله كله بعدين اسنان. كنت بعدين من طب. لعل التنسيق انت في سنه. فجبت المجموع ودخلت صيدله ومبسوط في صيدله الحمد لله. مبسوط معانا جدا جدا. مبسوط فارماكاست. انتوا انت حلو يا جميل. انت انت مين بقى؟ ايوه. لا بصراحه تقدر تقول يعني هف حب تنسيق. انا كنت عايز اي حاجه ميديكال. اوكي. يعني اي حاجه، انا جايب اي حاجه ميديكال. اوكي. فكنت طبعا حاطط طب الاول، ما بحبش اسنان، كنت حاطط طب بعد كده صيدله. ماشي. بس انا كنت عايز طب عشان انا يعني بحب اشتغل بايدي، جراحه والحاجات اللي هي اللذيذه. بتفتح في الناس. صنايعي قوي بتعور الناس. صنايعي بحب اشتغل بايدي. فكنت عايز طب عشان جراحه، بس ما جاتش في صيدله. فقلت تبعنا عادي، تعالى اخيطكم الصيدليه. تعالوا يلا في بيتها. بس فلذيذ يعني. فاهم حاجه ميديكال وما تكونش علوم، ساينتفك وميديكال وما تكونش علوم بس. حاسه هنحتاج نمنتج الحته دي علشان يعني علوم حبايبنا عادي. يعني علوم حبايبنا، بس دي ما تفضيلات هي شخصية. قالت باي فيزيكس ملهاش مستقبل. لا يا هو جماعه والله دكتور اضرب يعني معيد في علوم بلاش. قال لي هو بلاش. جالك من جوه هو ده ما بيحبك عارف على جايبها من فكرة. الكنترول بلاش. بالظبط. فخلاص يعني كلامك اوامر. اعمل لك ايه؟ ما احنا لو حد جاي صيدله هتقولوا له لا هقول له ادخلها والله بصراحه. هقول له ادخلها ان هي كليه لذيذه يعني. انا هتفتح مخك جدا. حلوه. بعدين بشتغل فول تايم، مع ذلك قادره اكون مع انا ده اللي نفس كنت الدفعة هقوله. انا بتاعتي بحسس عادي. انها فيها ممكن تعرفي تعملي فيها بالانس بسهوله، مش هتاخدك يعني. بالظبط. فانت بتيجي بتتسحلي بكام شهر، بس طول السنه تلاقي نفسك بتروحي وتيجي يعني. مش حوار ده فعلا مش حاجة من كبيرة. الكليات القليله يعني. قليلة الميديكال يعني. غير الادبي مفيش غير صيدله في الميديكال اللي ينفع تعمل فيها كده. ممكن تعمل فيها اكتر من حاجة. هندسه صعب جدا عموما. بالظبط. علوم استحاله. طب اسنان هي بس. علاقه توكسيك بس حلوه قوي يعني. انت مبسوط وانت يعني هو هو بتطحن صيدلة- كده مثلا شهرين في السنه، بس انت بقيت السنه انت مع نفسك. انت وقتك بتلعب، بيضيع. انت اصلا لو بتذاكر ما كنتش اتسحلت، فانت بتلعب. فقشطه بقى عادي يعني. تقدر تشتغل، وبتديك تقدر مناعه تتعلم يعني. حاجه. يعني انت مثلا تعاملك بتطحن مع كتير، الضغط تعاملك مع الضغط في حياتك نفسه انت بيخليك بارد جدا كارف. جدا كارف. جدا. كارف حياه كارف ضغط دنيا. نظري وعملي يعني. عارف انت واقف على البيوريت مرعوب اللي هو انا مش قادر يا جدعان، وفي نفس الوقت دماغك شغاله في حاجات تانية. فلا بس يعني لذيذه بصراحه يعني. انا بصراحه اتبسطت بصيدله الخمس سنين دول، واحنا بنودعها يعني. اتبسطت انتوا ب5 سنين واتبسطت بصراحه يعني. مش لسه ده مشاعر بقى الوداع وبتاع، لا يعني من تاني تالت سنه كده كنت سعيد بصراحه. من تاني تالت سنه في الكليه كنت سعيد بصيدله. بالظبط يعني. انت اول سنه ما كنتش سعيد؟ اول سنه ما كنتش فاهم يعني. انا معاك. جاي على الله. السكشن انت كنت سعيد. انا كنت معاك. انت بقى ايوه، كنت سعيد. قول لي بقى. ما كنتش سعيد. انا كنت بحبه. احنا اتعرفنا على بعض بطريقه يعني اقول لكم بعد الكاميرا. انا مش فاكر ايه الصوره اللي لفت على كل الابلكيشن. كانش عايز يديني رقمه اصلا، فاهمه؟ فانا كنت صوره هو صوره، صورني صوره في السكشن. كانش عايز يديني رقمه يا جماعه. هي دي اللي كانت الشمس جايه عليها. وانا لابس البالتو كده. ممكن فقال لي معلش ممكن تبعتها ايوه ممكن تبعتها لي الانستجرام. طب ما اديني رقمك يا معلم. ابعتها لك. قلت له ابعتها لي ماسنجر. قال لي لقيتها خد. وحشه. قلت له لقيت الكواليتي وحشه. قلت له طب معلش ابعتها لي انستا. بصي شفتي طب ممكن هتلاقي تكست، هتلاقي اس ام اس. معلش ممكن تنزل سناب شات وتبعتها عشان مش مستأمنك بقى. ماسنجر بيعلق. تعالى قررت ابعتها خالص بقى. قال لي يا عم خد يا عم خد يا عم. عادش صوره الصوره يعني. يا ريت كان اي حد لقطها يعني. والله العظيم.
بس فرصه سعيده صح. الحمد لله. انا مش فاكر هل لما بعت لي سجلت النمره ساعتها ولا لا ما سجلتهاش غالبا ما سجلتهاش. وانا النمره دلوقتي طيب ولا ايه العلاقه؟ لا تمام خلاص عشان ما بيننا مصالح بس. لو انت لما سجلت نمرته شوي بقى سعيد في الكليه. شوقي كليه شوقي كليه. لا انا تعرف انا عمري ما سجلت حد شوقي كليه او حد كليه حد سيكشن. هي الايموشن اللي برشام. لا ما لا ايه يا كرنج يطول قوي كده. لا يقطع نفسه بقى خلاص لو الايموشن برشام. انا عايز اعمل شاوت اوت للناس اللي ورا الكاميرات كلها النهارده. شاوت اوت لويل، شاوت اوت عمر علي، شاوت اوت مهند محمد، شاوت اوت عمر ايمن، احمد تسلا، شاوت اوت لكم كلكم. شكرا انكم جيتوا النهارده. شاوت اوت للناس بتاعتنا بقى نفسهم، الناس بتاعتنا طبعا طبعا. الكاميرات نفسهم دول حقيقي ما كانش البروجكت ده هينجح ولا كان هيكمل. بس زي ما سألنا بالتاكيد بصراحه احنا بنأكد على المعلومات من غيرنا ما كانتش هتنفع. كرايسيس مانجمنت مفيش يعني. بصراحه شوت اوت لكرايسيس مانجمنت بقياده علا سعد. ايه رايك بقى في فارماكاست كده بعد 6 حلقات 7 حلقات بين 7 حلقات؟ ايه رايك في فارماكاست؟ الفكره حلوه قوي. الفكره كتجربه عموما يعني انا مبسوطه ان انا قادره اشارك بجزء بسيط ان انا ابقى معاك على مدار يعني انا اشتغلت في حاجات كتير دوست في حاجات كتيره وكنت واصله لمرحله من البيرن اوت اللي هو مفاكس احنا هنشتغل في حاجه تاني علينا بايه كده العالم راس مالي الدنيا فانيه الكون ابدي والعذاب سرمدي خلاص يا جدعان فاكس يعني مش ملهاش لمعنى عمول الحاد بالامانه عايزه اقول لك انت لما نزلت الفورم عبد الستار كان منزل فورم ان هو مين يا جماعه مهتم بالفكره طب ادونا رايكم طب فماشي انا بصيت كده والله ولا فتحتها ولا بصيت فيها وقلت ايه يا عبد الستار لسه عنده شغف حاجه والله بجد اللي هو طب بجد قلت طب يعني على الله. وكنت منزلها امتى في ليالي امتحانات انا الترم الاول انا كنت على ايربلين مود انا مش موجوده. ما كانش ليالي امتحان الترم الاول. لا هو كان حاجه الترم الثاني بس كان كانت الفكره انتوا كنتوا بتاخدوا التصريحات في امتحانات الترم الاول وكان في بدا يعني بذرة الموضوع تظهر في الوقت ده وانا حرفيا انا هنا خالص انا كارف يعني الترم الاول من رابعه انا ما فيش حد كان بيشوفني يعني اكيد ولا حد بيشوفني ولا موجوده في صور يعني ممكن الناس تجزم ان انا مش موجوده في الكليه. الدافع بقى اللي خلاكي تدخلي فارماكاست بعد كل اليأس ده يعني هو عايزه اقول لك والله يلا بينا على فارماكاست انا مش هقول لك على هناك عبد الستار هو قال لي عندك كاميرا انا كاميرتي اصلا ولا فيديوغرافي ولا اي حاجه ما ملهاش في اي حاجه والله يا ابني هدور لك على حد تاني يمكن الدنيا تمشي. دورت ما لقيتش طب يلا بس مع اول حلقه بقى مع اول ما دكتور سلوى دخلت من الباب وانا قاعده اللي هو ايه ده دي حاجه حلوه ايه الجمال ده يا نهار ابيض. فبس وبعدين ان انت لما بتظبط النيه ان انت جاي هنا تفيد وان ده علم ينتفع به وان انت شايف اثر ده على الناس اللي حواليك واثر ده على نفسك فانا اللي هو امين كده انا مش عايز حاجه ثانيه. في اول ايام ما بنظبط الحوار ده انا بكلم اي حد اعرفه معاه كاميرا ما اعرفش اسر الفكره علا وانت عارف تقريبا احنا اسر وعلا ومهند وكان معانا واحده كمان يعني فاهم فالدنيا بس الدنيا ما ظبطتش مع الكل. الفكره اسر ابننا بس انا ما كانش بينا تعامل ما كانش بينا تعامل احنا عارفينه في فريق المسرح هو بيصور في فريق المسرح فانا مش بطبعي ان انا اصلا اخش اكلم اي حد يعني عشان عليه اللي هو ما تيجي نصور كده عمري عملتها دي اول مره فاللي هو اول حد كلمته بقى فانا كنت عرضت عليها الفكره. ايه رايك بقى ياسر؟ بصراحه هو ستار لما عرض عليا فكره انا بصراحه الموضوع يعني شغلني اللي هو حاجه جديده قوي. راجل شواف برضه حاجه جديده وكمان ترندي قوي ان هو فكره البودكاست بقت موجوده كتير بقى على اليوتيوب وبتاع سواء في اي مجال يعني رياضي مثلا او ديني او ثقافي اي حاجه. فدي كانت حاجه جديده وحلوه وبتقرب المسافات بين الدكاتره وبين الطلاب بيننا احنا شخصيا. يعني انا من الحاجات اللي استفدت بيها ان انا بقيت بتعامل مع الدكاتره اللي هو انتوا لزاز انتوا تليفوني عليه ايوه انا مصوره معاهم مع الدكتور يا دكتور عامل ايه بجد. فلا الموضوع كان ممتع جدا 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 يعني وفكره حلوه وسهله وممتعه. لا بس صراحه الرياكشن بتاع الناس كانت شديده برضه. الناس اللي معانا والناس الاودينس الناس اللي معانا اولا تشجيعهم وحماسهم في الانضمام للفكره لما اتعرضت عليهم. احنا بنصور يعني في مواعيد بنقول ميعاد يا جماعه احنا عندنا تصوير كذا
حد انا يعني الى الان صورنا 7 حلقات ما حدش اعترض. احنا ما بدناش ميعاد الحلقه. لا بس انت انت قبل رمضان حاجه بعد رمضان ايه اللي حصل؟ انا والله مش عارفه ايه اللي حصل، بس الرأسمالية مش لطيفه، مش لذيذه. ايه رايك في فارماكاست طيب كتجربه من البدايه؟ فارماكاست كتجربه انا ادعم 10 من 10 ونجمه، لان هي زي ما آسر قال هي بتقرب المسافه بين الدكاتره والطلاب. حلو. يمكن كليه صيدله بالذات من اكتر الكليات اللي بحس فيها الطلبه مش عارفين هيعملوا ايه بعد التخرج. مجالاتها كتير جدا والفرص قدامنا قد كده، بس مفيش حد بيتكلم، واللي بيمسك في حاجه بتبقى غالبا كده حاجات فرديه، مش اللي هو مثلا حد بيبقى عارف انا هخلص اتخرج همشي في الباث واي الفلاني عشان اوصل لكذا. لا، بيحس ان الاوبشنز قصاده محدوده، رغم ان الاوبشنز يعني فعليا مش محدوده. فانا كنت حابه ان فارماكاست بقى بتبتدي تبين الجزء ده من الصيدله، يعني لا والله احنا الاوبشنز بتاعتنا كتير وفي ناس نجحت هنا وهنا وهنا. فانا متحمسه جدا جدا جدا. لسه شغلي لحد دلوقتي ما بداش، بس يعني ان شاء الله. لا شغلك اوريدي بدا قبل احنا ما نبدا. انا عايز اقول دخول روان معانا اصلا في التيم من الاول، يعني يعتبر هي كانت اول حد دخل اصلا. دي حقيقة. اول حد مش هقول ان انا كلمته عشان يخش، حد كلمنا بجد. لقيت صاحبتي فعلا بعت الفورم، فانا قريت كده وصليني من الناس دي بتعمل ايه. فبس فادتني رقم ستار بقى وكانت تجربه لذيذه. الموضوع على فكره عطانا حماس بشكل عجيب. اللي هو ايه ده حد ما نعرفوش الفكره عجباه، ده عايز يقدم يا جدعان، ده نلغيها بقى. ايه ده الانطلاق. بالظبط. ايه ده انا كنت قلقان. انا عارف ان الفكره صعبه وتقيله في تنفيذها، مش سهل انها تنفذ بواحد ولا باثنين ولا بثلاثه، عايزه 6 وناس تانية ولا الكاميرا معانا عشان يبول اوف الموضوع ده. فانا كنت قلقان، طب هجيب الناس منين؟ طب انا ما اعرفش حد، فاهم؟ وماليش زي ما بقول انا برضه مفيش عشميات. انت تدخل على الناس تقول لهم يلا تعالى نصور، ما تيجي نصور الحلقه معايا، انا اللي هطلع، فاهم؟ الراجل ورا الكاميرا خلاص هتطلعني ولا ايه؟ بالظبط. بس فحقيقي حماس روان في الاول صح طمني. ولما نزلنا الاول سيرفي على الارض عملنا شغل، سالنا الناس، ولا الناس كانت متفاعله، وكل ما نتكلم حد يقول فكره حلوه وكده. ده شيء يعني بسطني وطمني انها الفكره هتمشي وهتنجح. فكره شكلها حلو بجد والله. شكلها حلو. ايوه ده برافو عليا بقى. ايه ده والله العظيم ده احنا لقطه. ايه ده. وفي نفس الوقت استغربت انه محدش خد خطوه زي دي قبل كده. لحد ما درسنا الكومبيتيتورز برضو. بس في حاجه انا افتكر ان انا كنت مكلمه ناس، كنت الفكره دي ببالي من السنه اللي فاتت، واوريدي سالت واخد تصريح منين، وحد من اصحابي اسمها نورهان ايمن مشت في الموضوع وما كملتش برضو، لان الموضوع محتاج استمرار. مش هينفع واحد، مش فكره بس محتاجه هيلب، يعني محتاجه مايك وكاميرا طويل واسئله والدكاتره مين اللي هتساعد اصلا. فهي لولا بس احنا برضو الحمد لله كنا محظوظين ان احنا كان معانا يعني مجموعه من الدكاتره صراحه كويسين على المستوى الشخصي وعلى مستوى الاكسبيرينس نفسها، وكحلقه حتى يعني اداره الحلقه بينا اي مثلا مشكله تكنيكال اي حاجه كمان آسر كان حاضر معانا. لا في حاجات ورا الكاميرات، يعني التصوير ورا الكلام ده. المونتاج حلو قوي. انا بحمد ربنا ان في اختراع اسمه المونتاج والله. لا المونتاج ده لا، في اجواء الكاميرات اجواء التصوير الحلقه نفسها الموضوع بيبقى صعب بصراحه. كلهم كانوا فليكسبل قوي، يعني اكتر من المتوقع. مجهودكم انكم تنقوا دكاتره، يعني توصلوا لدكاتره فعلا يفيدونا بصراحه. كانت موفقه الحمد لله يعني. ويعني في الاول في الاخر هو توفيق ربنا، بس بجد يعني الحمد لله قوي. لسه اكيد في دكاتره كمان كده عايزه تساعد السيزون الجاي بقى. يعني احنا بادئينها متاخر، فممكن ده اللي ما ساعدناش في عدد الحلقات قوي. اللي انا كنت منبهر بيه برضو ان الدكاتره نفسها برضو متفهمه فكره ايه. الله ده احنا مش عارفين نتكلم مع الطلبه كويس. يعني هم الدكاتره عندهم النيه. بالظبط. مش بس احنا اللي متضايقين من ان احنا مش قادرين نتواصل مع الدكاتره. لا بيقول لك انا عايز اقول ده اكتر حاجه حاسه انها ادت ثقه اصلا بينا. يا جماعه كانوا بيساعدونا على فكره في كتابه الحلقات. يعني كنت ببعت الاسئله للدكتور مثلا اقول له طيب حضرتك شايف ايه ممكن نضيفه او نعدله، كان يقول لي لا بص السؤال في سؤال مهم، لا السؤال ده ممكن هغطي لك في حته ثانيه. يعني فاهم، مش اللي هو ايه احنا مش جاي عايز يقضي الوقت او يتكلم شويه ويمشي. لا هو فعلا عايز يساعد، عنده معلومه مش حاسس ان الموضوع تقيل عليه خالص. لا بالعكس خالص، كلهم لزاز بصراحه. يعني احنا بقى كان في سؤال بنساله لكل الناس في السيرفي وفي غير السيرفي. هو اصلا فكره بعد التخرج انتوا بقى حلوين هتعملوا ايه بعد التخرج؟ نبدا كده من عند الاستاذه. يلا بينا. فقد الشغف.
منقين اكتر شخص مشتت واكتر شخص عايز يعمل مليون الف حاجه. في ناس كده تقول لك صاحب البالين كداب وصاحب الثلاثه منافق تقريبا، صح؟ صاحب الاربعه بشوف بقى معرفش صاحب 12 بس احنا في النار بقى. سهل الرجم صعب 100,000 حاجه عايزه اعملها، فمش قادره احدد قوي ايه بالظبط اللي انا عايزه اعمله، بس اللي انا متاكده منه ان انا عايزه اعمل حاجه ريليتد للماركتنج وريليتد للكوزماتكس. ايه هي بقى شكلها عامل ازاي، هتبقى حاجه بتاعتي ولا في مكان ولا هبتديها منين؟ حلو. انا ما عنديش فكره. براند ونماركت له. اما براند ماركت له دي مش سهله، واحنا نصنع لك. احنا علينا التصوير انا ده كده كده بس هنعمل لك اعلان والله. بس يلا نعمل بيزنس دلوقتي. علي الديزاين وانا عليا البرودكت. يلا بينا يا جماعه يلا بينا قعدة القهوه لو تيجي نفتح مشروع. يلا مش دلوقتي. هي براند ماركت له دي جميله كل حاجه، بس الفكره في براندز كتير قوي موجوده، بس ان انا في حاجه سبيسيفيك شويه في دماغي يعني. احنا اسمع عشان حد ياخدها ولا حاجه. شركه كوزمو رواندا. ايه يعني بص خلاص اعتمديها. خلاص اعتمد تم الاعتماد خلاص. انت بقى هتعملي ايه بعد التخرج؟ ما عملش عادي هتخرج يعني هتعملي ايه يعني؟ هو انا كده كده كنت حابه موضوع الانكولوجي لما دكتوره سلوى اتكلمت عنه، فده ما كنتش عندي اي فكره عنه، فبصراحه حاسه الموضوع لذيذ ان انا حابه ان انا ما اشتغلش فور ماني، بس حابه ان انا يكون عندي حاجه علميه، يعني مش مجرد حاجه بتجيب فلوس، لا حاجه علميه يعني فاهمني. انا درست كل ده عشان يبقى عندي حاجه في دماغي، ده اللي كان عجبني. ومن كلام دكتوره سماح برضو عجبني فكره ان انت عايز تعمل your own business فيما بعد، لازم يبقى عندك تاخد حته المانجمنت والفاينانس. شكلك ناوي تذاكري كتير بعد التخرج. انا حابه انت في مكان طبي، مش اي حد، فانا اي حد في المجال الطبي ده بشوفه نظره انت في مكان عالم، فانت لازم يبقى دماغك فيها حاجه بالظبط يعني، حتى انت غير اللي قدامك. بس فهي حته لو انا عايزه اعمل ماي اون بزنس من ناحيه الترفيه وخلاص، الانكولوجي لو لقيته صعب قوي عليا ورجعنا تاني للماني وننسى الكلام، ننزل بقى صيدليات عادي خالص بقى. شفت من 8 الصبح. لا انا حابه موضوع النيوتريشن، وحابه عشان اعمل ماي اون بزنس محتاجه الدكتوره سماحه عليه اللي هو المانجمنت والفاينانشال ديفلوبمنت وكده، اخدها عشان اعرف اشوف هعمل الاون بزنس ده ازاي. اوكي حلو جدا. وانت مش هتعمل ايه؟ انا يا باشا جرافيكس حضرتك مصمم بريمير. انا مصمم جيلك بعد تاني. بس فانا هكمل في تراك الجرافيكس والمونتاج ميديا برودكشن يعني موشن جرافيكس كده. مش ناوي تدخل الحته بتاعت هجيبك تصور لي البراند بتاعي ده كده كده، نعمل لك جرافيكس السوشيال ميديا كلها، نعمل لنا كلنا. مش ناوي بقى تشتغل في حاجه من الحاجات بتاعت الشهاده يعني؟ مفيش حاجه كده يعني نورت في دماغك في الحلقات اللي فاتت؟ لا الصراحه انا مش عامل، بص انا مش عامل فارماكاست لنفسي. استضيفني فارماكاستنا كلنا. ما عجبتنيش حزينه في الخلفيه. انا هوست يا جماعه، محدش ياخد على كلامي. محدش ياخد على كلامي. انا عامل الحاجه دي للناس اللي والله عايزه تكمل في صيدله، اخواتي حبايبي اصحابي المجتمع. يلا بالتوفيق يا جماعه. انا هنا هتلاقوني ببروديوس. خلاص عرفتوا الدنيا تمام، يلا بينا. انا طمنت عليكم تمام. انا بابا. حلو. يعني مش ناوي تاخد اي حاجه من برانشات الصيدله خالص؟ لا بقالها يعني بقول لك محتاجه جرافيكس. هو قال من الاول انا ما كنتش داخل الحب، يعني حرفيا اي حد دخل طب يا باشا يعني جرافيك ديزاينر في نزلت. شركه ادويه مثلا بالظبط ده اللي بقوله. ما ستيل ايه، بس ايه جرافيك ديزاينر؟ بس يعني مش عشان شركه مش ادويه. فارقه يعني نسمعك بس لازم نقرب بس شويه. يعني بص، كده صيدله واشتغل معاك جدع معاك. انا مش مقتنع بفكره انت دخلت صيدله يبقى لازم تبقى موجود في مجال الصيدله. انا فاهم، بس هو عمرك ال5 سنين دول لا بص، انا بالنسبه لي ال5 سنين دول انا استثمرتهم في صداقات، معارف بس. صداقات ولا صداقات؟ لا مش صداقات. انا عايز نتصالح. انا مستحق عمل خير برضه. لا صداقات، فاهم؟ الناس المعارف، الناس الجميله اللي طلعت بيها. فكره برضو انه ال5 سنين دول والله وفرت لي وقت ان انا ابني نفسي واتعلم حاجه لنفسي. ما اتسحلتش في الدراسه لدرجه ان انا مثلا ايه، انهارت نفسيا. مش انهارت نفسيا، ما كانش عندي وقت ان انا اتعلم حاجه لنفسي. يعني انا الجرافيكس اتعلمتها ازاي؟ فاهم؟ كان في وقت. لا 5 سنين افادوا بصراحه. 5 سنين صيدله مش بتحجمك في الدراسه، يبقى عندك وقت تعمل حاجات تانية كتير. فانا بالنسبه لي ال5 سنين دول مش معنى ان انا دخلت، مش معنى حتى افرض ان هم ضاعوا، فرضا ال5 سنين دول اعتبرهم
عمر ضايع من عمري. مش هضيع يحسبوه الباقي. يحسبوه ازاي عليا؟ يحسبوه ازاي عليا؟ مش هيتحسب. نوت كاونتد بقى. نوت كاونتد. لا يعني مش هحدد اللي باقي من عمري على اساس ال5 سنين اللي ضاعوا بس. يعني ننقذ ما يمكن انقاذه. وانا نزلت صيدليه وجربت الموضوع. الموضوع مش مريح. انت عينك كلها جرافيك ديزاين. كلها قرارات. بالنسبه لحضرتك. لا بالنسبه لحضرتك انا ماشي. انا عادي كنت عايز اعمل فيها مفيد فوزي بص انا يعني وقف بقى اسمح لي اسمح لي تفتح لي شنطتك تقول لي جواها ايه حاليا. والله يعني برضه انا جربت حاجات كتير في ايام الدراسه يعني عشان كده بحب الصيدله بحب ال5 سنين بتوعها بصراحه عشان جربت حاجات ما كنتش عارف ان انا ممكن اجربها يعني او جربت حاجات ما كنتش عارف ان انا اصلا ممكن اعرف اعمل ده. بس انا برضه المجال الطبي بتاعي يعني بحبه بصراحه فانا ناوي ان شاء الله ممكن ميال للمصانع شويه. حلقه المصانع بصراحه اعطتني انسايتس حلو انسايتس تتفق مع دماغي بصراحه يعني انا بحب انفست في الاكسبيرينس يعني عندي مشكله ابدا حاجه هاديه زي ما الدكتور قال بس انت بعد 3-4 سنين هتنط نطه حلوه لو انت شاطر. غريبه مع ان انت كان كل سؤالك مع اي دكتور فلوس. ايوه ما انا بس اطمن بس يعني ما فيهاش خلاص مش هروح بس انا احب الاستابيليتي احب الاستابيليتي قوي بصراحه فعشان كده المصانع بالنسبه لي ستيبل. الفلوس اولويه والاستابيليتي اولويه. ما انا هبقى بعمل حاجات يعني هبقى اكيد شغال في مجالات ثانيه السايد كاريرز بقى الموجوده عندي يعني انا بقى الكداب ابو بالين. انا شخصيا انا سنه انا متابع والله بجد القعده دي كلها علشان اصلا نعرف نقعد سوا لازم نبقى منافقين يعني كدابين بجد. كدابين يعني ده امتحان دي حقيقه الحلقه دي عندي امتحان الاستاذ جاي امتحان برضه والاستاذ عنده امتحان كلها هي بتوضح هي ماشيه الحمد لله. بس ففي سايد كريم بقى فيديو برودكشن برضه ان شاء الله ما يعني انا وسلطان نفضل مكملين فيها كده سوا ان شاء الله ونعمل حاجات كويسه شويه حاجات ممكن ادخل في الماركتنج شويه وبتاع فالدنيا ممكن تبقى لذيذه. بتتكلم عن السيلز يا جماعه عايز اعمل برضه كوبريشن مع شويه شباب من دفعتنا كده في حاجات في قناه في يا جماعه يوتيوب تشانلز كتير في صالون عمر موجود في يلو الزون موجوده ان شاء الله هنتعاون كلنا. احب التعاون احب التيم نشتغل بتبقى مور برودكتيف بس فعلى الله ان شاء الله هنتغني. اللي بعملها انا بحب التشيب دوبس على فكره جدا. انا من اوائل المسوقين للتشيب دوبس عشان هي ليه مش عشان خاطر الروايه عشان خاطر لا يا جماعه انا لقيت فيديو نزل جاب 100,000 لايك. لا يعني انا ما فهمتش اللي جوه بالنسبه للفارماكاست انا ما فهمتش اللي جوه بس اكيد اللي جوه حلو بس فبدات ابعته بقى لكل الناس اللي هي ممكن تكون انترستد ولا حاجه الاقي عندك حوالي 13 فولور مثلا بيلزموني كوميشن عايز انا بروكر فولورز 5 جنيه على الفولور. وانت الصوره هتعمل ايه؟ انت لسه قدامك يعني شويه حلوين. يعني لسه حابه يعني معايا وقت اخد فيه قرار نهائي يعني بس اللي بيتخرج ما يكونش خد قرار نهائي. بس انا برضو يعني بره عن الصيدله انا ليا الكارير اللي هو التصوير والجرافيك لسه بادي فيه وناوي اكمل يعني. قال هنا كلها مالتي تالنت مفيش حد اقل واحد من دول تلاقي عنده 3 مواهب مثلا اقل حاجه يقول لك مثلا يحس ان هو فاهم مش جامد تلاقيه قاعد مكسوف كده شكلي مش امور مش موهوب مش موهوب مكتئب بالليل انا ما بعرفش اعمل حاجه بس انا يعني مش هبقى داخل الصيدله على الحب وفي الاخر اتخرج وما اشتغلش فيها كده انا ابقى معاق جسديا وعقليا بجد. ما بقاش داخل صيدله عن حب وما يشتغلش فيها عن حب لا انا لا مش قصدي فانا داخلها انا عايز اعتبر نفسك مطلوب حط كونديشن لا يعني انت داخلها تنسيق ايوه بالجزمه يلا تلعب في عداد عمرك والله. هو بيحاول يصلحها والله العظيم هو بيحاول يصلحها بس هو غلط بس كمل عادي كمل هنشتغل فيه ما حدش غصب عليا ودخلني. ايوه بالراحه حرام ما تفكروش بقول لك اقعد انت تعمل ايه اقعد تزعلني كده تمام. فانا كده على الحب فناوي اشتغل فيها. ايه المجال لسه ما عرفتش بس برضه زي ما شوقي قال فعلا بجد انا المصانع حسيتها حلوه انا برضه زي شوقي بحب الاستابيليتي وفي نفس الوقت يعني هي على المدى البعيد هتجيب لك فانت اصبر عليها وفي نفس الوقت انت اسمك شغال في حته وبتاع وجنبها بقى انا اكمل بقى تصوير مثلا كفريلانس او حاجه لو حد عايزني اصور بتاع فاروح. جرافيك ديزاين لو مثلا اشتغل في مكان ورك فروم هوم مثلا لو اشتغل المصنع الصبح الجرافيك ديزاين بالليل مثلا ابقى
شغال بالليل. لا ده اول واحد تغني فينا بقى ده شكل. يعني انا ده اللي ناوي عليه يعني. ممكن الله الله فانا ده اللي ناوي عليه يعني. روح الانتربرنور. انتربرنور يعني ايه بقى؟ رائد. انا رائد فضاء يا رب تعلق البيت. فبس وان شاء الله تظبط يعني. يا عم على الله على الله. ما تنساناش بقى تعمل ايه بعد التخرج على ايه الدنيا؟ يعني هي مش هبقى بضيف حاجه، انا اتنططت كتير وماشيه بمبدا ان اللي هيجي الاول هندوس فيه. يعني فكره ايه، انا جربت اكتر تكيف بقى مع اللي هيحصل، يعني اللي ربنا هيريد ان هو السكه تسلك الكلام ده هندوس فيها. مش هتأمر، مش هقول ده لا او طب هتسعي في ايه يعني؟ اولوياتك اللي هتسالها ايه؟ من اللي انا كل الحاجات اللي انا دوست فيها والخبرات اللي انا جربتها عرفت ان انا اولوياتي ان انا شغل بعدد ساعات معينه. يا ابني بقى عايز اريح انا اول كوسه شويه وعمالين يعني كده. احنا عاملين نتكلم، سيب البنات يتكلموا. والله عيب والله عيب، مش اسلوب. بوعيها والله، انا بوعيها. توعي مين؟ توعي مين؟ البيت. رضا الزوج يا ولد. يا نهار اسود. لا والله العظيم، اللهم هدي بنات المسلمين. اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض. بعيدا عن كارير البيت ناوي تعمل ايه؟ ايوه بعيدا عن كارير البيت، انا لقيت ان انا ايا كان الشغل اللي انا هشتغله مش هيكون فولفيلينج 100% بالنسبه لي. هبقى دايما حابه ان انا يا هزود فيه يا اما هجرب حاجه بره، علشان انا دايما بحب ابقى بتعلم حاجه جنب اللي انا شغاله فيه. اولوياتي شغل فلوسه هاديه، مثلا من عدد ساعات معينه، ما حدش يكلمني بالليل احنا عندنا مصيبه الحقي. جميل. دي اولويات. انت ازاي شغاله في فارماكاست؟ ما اعرفش، ما انا بقول لك هو ده اللي بيحصل. هي ناويه تسيبنا. ما انا هقول لك عندنا مصيبه، احنا اللي بنعمل مصيبه. احنا المصيبه. عارف انا الكاميرا اللي هو طب محلول الله يكرمكم بسرعه الكاميرا بتسخن. بس يعني الشغل غير فارماكاست من الاخر. الفارماكاست انا جايه هنا انا ممكن اكون مثلا بصرف فلوس عشان اجي، بعمل بتبهدل في المواصلات او بتبهدل في السكه عشان اجي وات ايفر، بنتشقلب على قلبي زي العسل. انا موافقه. ما لقيتش يعني انا على مدار الحاجات اللي انا اشتغلت فيها مثلا كان نادر قوي ان انا هنا انا عايزه اتعب هنا وانا عايزه ادي هنا. مسموح بالسقفه. ممكن نسقف يا شباب بعد اذنكم نسقف. فده غير الشغل بالنسبه لي اولويته انا بجيب فلوس مريحه، عايشه حياتي طبيعي، بتعلم حاجه جنبها، شكرا بس. ايوه كده. ونعلى فيه نظبط الدنيا فيها بس مش هو الاولويه. انا عايزه اعيش حياتي جنبه. يعني اصور معاك فارماكاست، عايزه تنزلي ترجع من الشغل تجيب بطيخه يعني صيدليه، مصنع، شركه. صيدليه فيكس. يعني انا شغل الكلينيكال انا بحبه وجربت التريننج فيه، وجربت ان انت تبقى بتتعامل مع لوجيستكس. الموضوع بالنسبه لي موضوع لذيذ جدا جدا. شغل المستشفيات برضو، لو صيدليه في مستشفى، الشغل الاداري في المستشفى حلو وانا بعزه جدا، بس انا عارفه ان ده هيطلع عيني بعدين، يعني ده كده. ايه كمان في حاجه بقى اللي هي فكره سبورتس نيوتريشن، ان انت انا كنت بتدرب رياضه زمان، فان انت واعملوا براند سوا مع سوا بقى. فبرضه هتسمع اي سبلمنت ولا حاجه فكر لكم في اسم. اتفقنا. فحاجات كتيره وما بين يعني ما بين ده جامع. النور عارف. الله اكبر. اسلامك نيوتريشن للتغذيه الرياضيه الاسلاميه، فاهم؟ تمام. هل جسمك ليس يرضيك؟ معانا هنفور الدهون والذنوب. يلا كفايه يا جماعه عشان احط عامل نقول كوبيز نقول كوبيز والله العظيم. احنا المفروض نبيع الكوبيز اللي احنا بنقولها دي. المفروض والله. فبس وفي حاجات تانية انا عايزه اتعلمها. يعني انا شغل الميديكال ترانسليشن انا ناويه اخلص وهدوس فيه. حلو. يعني احنا هنشوف احنا هنعمل. انت تحب الهدوء يعني؟ تحب شغل كده معروف عدد ساعاته ومحدش يزاولني، ارجع بالبطيخه والسوق وانا راجع وفل بالامانه. ومش مصنع عشان يعني هيطلع برضه المصنع هترجع مش الحقيقه بطيخ. مش هلحق. خلصي 5 اصلا. خلصي 5 بالظبط. طب يعني فارماكاست فيه توتر وفيه قلق، فيه ضغوطات، فيه كرايسس، وفي حاجات كتير. ما يلا نهرب. يعني بعيدا عن ان انت ما جيتيش بس جايه السيزون الجاي جايه. بس خلينا نقول في الاول، يعني في الاول مثلا في اول حلقتين 3 ما حسيتيش انه لا ده لو يبقى لود عليا وسط حاجات تانية بعملها؟ هو تشالنج ده اول حاجه، وانا بحب التشالنجز. دي حاجه. الحاجه التانية ان زي ما قلت انا حابه ان الطلبه يكونوا عارفين بعد ما يتخرجوا المفروض هيعملوا ايه، لان في حاله توهان جماعي كده. يعني تسال اي حد عايز تعمل ايه،
يقول لك والله مش عارف، اصل بحاول اقف في صيدليه، طب هقنع اهلي يفتحوا صيدليه، طب برضو شغل المصانع، ناس كتير جدا يقول لك عايز اشتغل في المصنع بس هم مش عارفين طبيعه الشغل في المصنع عامله ازاي. في برضو جمله كده منتشره اللي هو اي حاجه بس مش هشتغل ميديكال راب، وبعدين يطلع يشتغل ميديكال راب علشان مش لاقي. يلا نجيب الفورمال ملك الاريا الحرق. ماشي اسكندريه وبحيره. ففي حاله توهان كده، محدش عارف مثلا انا هتخرج اعمل المعادله الفلانيه عشان اسافر المكان الفلاني ولا بتاع، لا ده مش معروف. فانا حابه ان فارماكاست بتحاول تكسر الحته دي، لا الدكاتره اللي بيتكلموا معانا وفي طرق معروفه وبتعمل 1 2 3 عشان توصل لكذا. حلو قوي جامد. حلو قوي. هو انا حابه استاذه بقى اللي جت، دي اللي جت، دي اللي كانت بتيجي اتكلمي براحتك خلاص، دي هنقصها، اتكلمي براحتك. انا بس عايزه اضيف حاجه ان انا رحت اسلم على ناس صحابي في الصيدليه اللي كنت شغاله فيها، هم متخرجين بقالهم سنه واتنين، هم بيتفرجوا على الفارماكاست. يا سلام. يعني في ناس متخرجه انا بحب جمهور يعرفوش. الخريجين اكتر، يعني انا بحب كل جمهورنا طبعا، بس الخريجين لما وصلني ناس من الخريجين بيقولوا لي الحلقه حلوه، اللي هو بجد اتفرجت عليها. وانا اتفاجئت برضو كانوا من علمتك. جامعه دمنهور حبيبي. كمان، ومش اسكندريه وكده. اسكندريه اكتر حاجه كمان. يعني انا لقيت ناس من صحابي من هندسه اتفرجوا على اول حلقه مع دكتوره سلوى، وشغل الكلام التكنيكال ما كانوش مهتمين بيه قوي، بس هم كانوا متاثرين الفايبس معانا حلوة. بالفكره، وهم كمان بيتخرجوا فهم حاسين ان لا يعني ده فعلا الكلام والله ده بدي كده. ابكي. ففعلا يعني برضو يعني عذرا كملي بس. لا تمام، بس انا انبسطت بحاجه زي دي، ان كمان يعني انا كان نفسي يعني اول سنتين في صيدله كان جالي اكتئاب رغم ان انا داخلها عن حب، لان انا دخلتها ايه بعد انا بقى انا رايحه فين؟ يعني انا بدأ ازاي؟ فلوس مش الفلوس، مش فلوس، انا بعديها بص على ايه، رايحه لايه، يعني بذاكر كده فور nothing، يعني انا يعني هتخرج مع بعديها ايه. فكده ده كان يعني عايزه حد، كنت بدور على حد يقول لي معنى صح. وبعدين انت هتقول لي طب ما انت قلت لي ومشيت، انا اللي عرفت غيري برضو في نفس التوه دي، طب ما نسجل الكلام ده، ما نقول للناس صح. يعني صح. ما نجمع الناس. This is how Pharmacast started. يعني هي بدات كده اصلا، احنا كنا عايزين نعرف، لما بدانا نحاول نكلم الناس ونعرف قلنا طب ما نشير بقى، نشير بقى ونجيب الناس دي، بدل احنا لو اتكلمنا احنا يعني معانا الناس وعرفنا، لو عارفه عملنا بوست فيسبوك ماشي سكرول داون مع السلامه حبيبي شكرا مع السلامه. هو بجد ما حدش يتجاهل ان يتفرج كمان. يعني انا عايز مثلا ان انا اشتغل ميديكال ريب، فاتفرجت على الحلقه الفلانيه، لا اعرف كل حاجه، انت ممكن تفيد غيرك. يعني انت فكره ممكن صح. تعمل كارير شيفت في اي لحظه، بس يكون عندك خلفيه في العموم، دي حاجه تعرف تحسبها. بالظبط يعني فدي اكتر حاجه. استاذ الراس الكبيره في فارماكاست. كنتش قصدي والله، بس حاجه كده يعني انا كنتش قصدي، بس يبدو ان راس الكبيره فعلا. ماشي راس نضيف. استاذ راس ايه فارماكاست يعني؟ البذره جت ازاي؟ الفكره، الدنيا، الحكايه، الروايه. هو زي ما انت قلت يعني انا حسيت بالتوهان اللي في، يعني انا كواحد اوريدي عامل كارير شيفت ومش مقرر ان انا اكمل في تراك الصيدله، بس انا عارف انه اللي حواليا لا، انا 1% من الدفعه، في غيري عاملين كارير شيفت اوريدي او ناويين يعملوا كارير شيفت بعد التخرج، ولكن كام برضه نسبه اقل، كام في المية من الدفعه؟ لا نسبه قليله جدا، اقل بكتير طبعا. والنسبه اللي هتنجح في الكارير شيفت من النسبه اللي عايز تعمل كارير شيفت برضه اقل بكتير، صح؟ واخد بالك؟ الموضوع سكه طويله يعني. بالظبط. فوالله يعني لقيت انه I have the capability ان انا انقل معلومه للناس. يعني الحمد لله ربنا رزقنا بشويه مهارات، شويه سكيلز، ان احنا نقدر نطلع المعلومه دي ونقدمها بشكل كويس الحمد لله للناس، مع الناس اللي معانا يعني، مع الناس اللي معانا طبعا. انا بتكلم علينا كلنا، بتكلم علينا كلنا، كل واحد كان في دوره في حته بالظبط صح. في الاخر ادينا برودكت كويس، دي حقيقه. فانا بشوف برضو انه انت طالما في مقدورك انك تعمل حاجه، فانت امانه عليك انك تعملها اذا استطعت طبعا. وفي نفس الوقت الفكره كانت بتراودني من زمان، لان انا عن نفسي في الكارير اللي انا عايز اخشه انا برضو مش لاقي جايدنس. بالظبط صح. انا برضو بتعب عبال ما الاقي جايدنس من الناس اللي في الكارير بتاع الجرافيكس مثلا متقدمه فيه. بالظبط صح. انا بتعب عبال ما الاقي الموضوع ده حقيقي. فانا كنت بنحاول نوفر الطريق بالناس اللي حواليا بالظبط مشكلتها ايه، واللي هو طب ما يلا ايه المانع يعني، عارف اللي هو ده كان الموتيف. هو الموضوع كان مخيف في الاول طبعا، يا نهار ابيض كان موتر. طب انا يعني انا هكلم دكاتره، افرض رفض، افرض جم والحلقه ما طلعتش حلوه، افرض حصلت حاجه في الحلقه، افرض حصلت حاجه هنعمل ايه اوريدي، هنعمل ايه بس الحمد لله. بس هنعمل ايه؟ مين هيساعدني؟ الموضوع بشكل عام. افرض الناس ما اتفرجتش، الموضوع في الاول كان فيه اسئله كتير ومخاوف كتير. بالظبط، في مخاوف كتير. السؤال الوحيد صوت عملتها يا عم، اي حاجه انا فدت انا واصحابي و10 حبايبي وشكرا، عملتها وما استفادوش، انا خسرت ايه؟ ولا اي حاجه. انا كده قاعد فاضي، انت نفسك استفدت، انا كده انا نفسي استفدت. دي تجربه ممكن اطلع منها عارف بدرس
يعلمني بعد كده في تجربة كسبان طبعا حقيقي. كسبان صح طالما انا مش خسران حاجه صح. ليتس جو يلا نعمل الفورم يلا بينا نشوف الدنيا ولقيت الناس بترد على الفورم وكده فخلاص لا تمام يلا بينا يلا نكمل والموضوع ريوردنج جدا بالنسبه لي ريوردنج جدا 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 لان الحلقه تتفوق عقبال ما يبقى ريوردنج عقبال ما يبقى في سبونسر معانا طبعا يا رب حلواني ابو عمر في ناس ناشد في حلواني ابو عمر يا جماعه في ناس في الكليه مش مقتنعه ان احنا ما بناخدش فلوس من الموضوع، يعني هم مقتنعين ان انتوا طب تعملوها ليه؟ اكيد والله هم دافعين أكيد فلوس في من جيبهم. والله العظيم اكيد في أيوة حاجه والله يعني مش عايز والله تعال تيجي نحاسب بعض بجد والله كان في احنا دفعنا كتير قوي بس ماشي. هو فارماكاست بصراحه بالنسبه لي انا يعني اصلا تجربه لذيذه جدا بامانه. يعني انا الفكره كلها بتاعت فارماكاست بتتمحور فيه دايما كده غالبا او مش عارف ده اللي حصل واحنا في سنه 5 اللي هو واحنا كبرنا خلاص بقى يتراود سؤال كده على القهوه واحنا قاعدين يجي سؤال نشأ كده فجاه هنعمل ايه؟ فاحنا قاعدين كل الشباب في 5 6 كده شباب كبار كده فاهم عاقلين محدش هيعمل ايه. حد كله يقول ايه والله يمكن وكله عمال بيهبد كله عمال يفتي كله عمال بيجس وبيقول يعني يا رب وسايب. قلنا لا طب ما احنا لو امكن ان احنا نعرف هنعمل ايه دي نعرف الاجابه ما نعرف هنعمل ايه ونشير بس. دي كلها يعني دي الفكره بتاعت فارماكاست. بصراحه الدكاتره برضو تاني لثالث مره غالبا ساعدونا جامد في ان هم يدونا من الحلقه. الناس اللي معانا اوريدي ساعدتنا جامد برضو. احنا حاولنا على قدر الامكان احنا برضو عندنا السكيلز بتاعت الميديا برودكشن شويه يعني على قدنا بس حاولنا على قدر الامكان نطلع الموضوع حلو نطلع الموضوع برودكت حلو از ماتش از وي كان بالظبط. وتعاملنا بفانوس نشكر صاحبة الفانوس صاحبة الفانوس اللي بيجي في رمضان وبعد رمضان عادي. احنا 23 يوم العيد النهارده لسه والله لسه بدري يا عم يجعل ايامنا كلها عيد يا رب. والله لسه بدري. بص اهو المايك فين ده فوق عيبة التسلل والله اتفضل اتفضل يا سيدي لا ماشي يا حبيبي. فحاولنا الموضوع فعلا يطلع يعني از ماتش از وي كان كويس والحمد لله نجحنا في الموضوع ده. فكانت تجربه لذيذه بصراحه. الشطره بتعمل ايه؟ تغزل برجل حمار دي ده حقيقة. الموتيف ده الشعار احنا كنا عايزين ده نكسب. السلوجان لا مؤاخذة يا رجاله لا مؤاخذة. فين الرجل فين الكاميرا فين؟ ايه الدنيا ايه الدنيا؟ الحمد لله. ايه اللي مهون عليك التعب يعني؟ ايه اللي مهون عليك يعني هو انا بالنسبه لي اسر وعلا من اكتر يا الناس نهار اللي أبيض. بتتعب برضه. تعبوا جامد بجد والله. احنا كنا بنعمل الحاجات اللي هي بتاعت اللوجيستكس والتظبيط هي متعبه يعني كنا يا باشا بنعمل اسر حاجات بيخش لي قاعه مجمع اسئله بس برضه يا جماعه يعني اقول لك على اول حاجه حلقه كنت مطبق في الاول وفي الاخر انا عندي فلكسبيتي شويه ان انا ممكن مثلا اعمل وانا بعمل ميتنج مع الدكتور او بحط الاسئله عندي بروح وقت فاهم. لو ما حطهاش النهارده الصبح احطها بالليل عادي. لكن اسر وعلا واقفين على الكاميرا احنا بنصور يعني احنا اون اير بنصور فاي غلطه لن تغفر بصراحه. كان في غلطات عليهم يعني. بريشر عارف انت بتقول كده لا بتعدي دي عادي. يعني انت بس بتصحى حاجة على برضه. انا ماسكه نفسي. عليهم بريشر عالي يعني. والله ايه اللي آخر- مهون عليك بقى الستريس اللي ورا هون الكاميرا؟ عليه ان انا محطوط في مكان جديد. انت كمان واقف في الكورنر اول لا ورا القاعه مكان جديد القاعه ما دخلتهاش قبل كده. انت دمه خفيف والله يعني بقى بنتكلم ينفع عارف انت من هنا وانا من هنا بجد تجربه جديده قوي. صدقني قصر النيل لا مش ممكن. بقى يعني بعمل حاجه جديده وعايز ادي فيها عايز اطلع حاجه حلوه وحاجه كويسه يعني حلو. وفي نفس الوقت يعني اللي انا خدته ان انا قاعد ونصور حلقه وتنزل اليوتيوب وحاجه جديده جدا جميل يعني انا ما افتكرش مثلا اسمع على اليوتيوب يلا ما فكرتش ناخد مثلا credits لحظه ان انا ممكن ان انا ابقى بعمل حاجه زي كده. الشهرة ايه رايك من الشهرة طيب؟ صعب قوي انت جماهير انت بتعدي شايف عليه الناس فاكره هقول جماهيره بيعدي عليه يسلمش ازيك يا اسر ايه معلش ايه التوقيع بكره ما اقول لك حاجه لسه حصلت امبارح الله لسه كارف الله بس فهي حاجه حلوه جدا وطبعا ان انا يعني انتوا شباب حلوه يعني الله بصراحه يخليك. يعني معاشركم جميله جدا قوي قوي. والوقت كان بيعدي بسهوله وحلو قوي وفكره ان انت عايز تفيد حد زي ما علا قالت انت بتظبط نيتك ان انت عايز تفيد الناس وبتاع وان انت وسيله ان الناس تعرف حاجه ممكن تفرق معاهم في مستقبلهم فهي كانت فرصه حلوه وليها حسابات كتير قوي فهي لذيذه قوي يعني. استاذه كرايسيس مانجمنت ايوه ايه بص هو الموضوع فيه شقين. شق ان هو لله ان واحد ان ما حدش قال لله من الناس اللي قاعده شكرا يا عود شكرا يا عود احنا قلنا النيه ان هي النية يا عم. انا ما قلتش بصراحه ان هي انا ما قلتش يا مدي انا ما قلتش الدنيا انا عايز البس سبسكرايب تحياتي والله يا جماعه تحياتي. حاجه واحد لله. اتنين ان هي لعلها المنجيه. في حاجات ان انت بتمشي في الدنيا وبتسعى و بس انا مخصصه من وقت
وقت مخصوص علشان انا نازله بفيد الناس. حرفيا انا في ايام امتحانات ليالي امتحانات انا نازله يا رب ده ييسر لي الدنيا ويبارك في وقتي وانا بذاكر. فده هي دي والله بجد يعني بالامانه يعني انا وجايه هنا علشان ده الشق ده. وفكره ان لو انت بشكل ما قدرت تهدي حد، انا شخص بيتوتر جدا، مرعوب من المستقبل و لو تخيل لو انا ساهمت في ان انا ابقى بطمن حد اللي بعدين، اتفضل الشيء يعطيه يا جماعه والله. خلاص كده احنا عدينا، احنا في حته ثانيه. الشق بقى الشخصي او لنفسي زي ما قلت لكم، هي اول ترم في سنه رابعه انا ايش هنا انا مش موجوده. ففكره ان لما بتريح وما بتنزلش حاجه بقالك فتره بتحس ان انت صديت، بتحس ان طب ما انا ممكن ما بقاش شاطر زي ما انا زمان، لو انا نزلت انا مش هعرف اتعامل تاني. بمجرد حلقه دكتور سلوى جت وانا لسه بايس بريك معاها، ايه ده انا لسه بشتغل انا لسه بقول يا جدعان يطلع مني والله طلع يجي مني. ولما بلاقي ان يعني كنت فاكره ان انا خلاص مش فكره مقفله اللعبه، بس احنا كبرنا، العظمه كبرت. بس انا حرفيا انا والله ما انا بقول لك يا عم بقى، بقول لك الكون ابدي والعذاب سرمدي فحرفيا جايه رايحين هناك يا عم على هناك، افرش يا عم السجاده يلا بينا. بجد يعني انا مثلا كنت واصله الليفل ان انا بكسل اعمل حاجات لنفسي. عبد الستار اول ما قال لي نظبط، انا دورت في يوتيوب ازاي هشتغل بالكاميرا فيديو، دي حاجه. تاني حاجه الميموري بتاعتي ما كانتش شغاله، نزلت لفيت علشان اجيب الميموري مخصوص، مش عارفه دورت على حاجات تانية في الكاميرا انها تظبط ازاي. طب ما انا لسه بعرف اتحرك، لسه لما بدور على حاجه ببقى عايزه اعملها وبشتغل، يعني ناويه ان انا لسه هذاكر حاجات السيزون الجاي علشان لما تبقوا موجودين ابقى بعملها معاكم. فهو ده في نفسك حاجه انت كنت فاكراها انتهت. انا كنت فاكره ان انا رحت جددنا اشتراك يعني بس يعني والعلاقه مستمره الحمد لله. بس انا يعني انا هقتطع السياق بصراحه، بس انا فعلا انا مبسوطه ان انا اتعرفت عليكم كلكم، بالاخص اسر حقيقي. يعني انا اول ما حد داخل بالكاميرا معايا عارف تحس ان ايه هتمشي مش هتمشي سالكه مش سالكه. فالكيمياء ولاد الكره الواحد برضه بياكلوا في بعض. ايوه لا هم بيحنوا لبعض خلاص هم حبوا بعض. هو الاول لا اصل فاكر حلقه الدكتور من شويه انا كنت متابعه طرف عيني كده اقول هناك سايبه الكاميرا اصلا، الكاميرا دايره على طول. انت كويس اشيل لك حاجه اعمل لك حاجه بجد يعني يا جماعه هونا على بعض جامد. وفكره ان انت معاك حد فاهم لغتك قادرين تيجوا سكه سوا. ممكن لو كان حد مش سالك مش كويس كانت الموضوع هيبقى متنشن. هي دي النقطه انا بقول لك يعني والله على فكره. وممكن في ناس فعلا تحب تحط عليك انا اجمد منك بالظبط صح. فانا يعني ممتنه جدا ان انا اتعرفت على احنا محظوظين بالتيم كله بجد يعني سيم هو ده حقيقي سر نجاح فارماكاست. احنا محظوظين بالتيم كله يعني الناس الشاطره اللي فيه والناس المجتهده فيه واللي روحها في الموضوع، الناس عايزه تشتغل وعايزه وتقول وبتدي افكار. احنا كنا في وقت عز احنا في عيد وفي رمضان والناس اصلا قاعده تعمل ديزاينات السوشيال ميديا، فاهم؟ بدل ما يروح ياكل كحك او يعمل بوست يقول لك انت بتاكل كحك ولا بسكوت، فاهم؟ فاللي هو طب كل اللي تعمله بينبسط يعني بيقول لك كل انت طيب قول لنا سمع تحتك والله يعني في ظل اجواء الناس عايزه تتبسط فيها او مضغوطه حتى فيها كنا بنكمل شغل ولا اي حاجه. فاكر اول حلقه بعد العيد دي كانت مع لا فاكر اننا احنا ننزل دي كانت بعد 13 يوم العيد. يا نهار ابيض الواحد كان مصدي. انا نازله هو انا بجيب ايه بقى الكاميرا دي بنعمل بيها ايه ده كنت بتكلم ازاي ايه الانترو. انا داخل بقول له ايه الانترو بقولها ازاي انا مش عارف انهي كادر انا احط الكاميرا في انهي كادر. لو عايزين توجهوا بقى رساله للمشاهدين للجمهور للناس اللي ممكن تحب انها تخش في السيزون الثاني تقولوا لهم ايه؟ انا ممكن ابدا يعني هتكسبوا تعامل رائع يعني ثواب وحسنات فاهم كده شغالين 2 3 بجد هتكتسبوا اسره يعني كليشيه قوي بس بجد اللي هو كلنا هنا عايزين نفيد بعض وهنا عايزين نتعلم وكله بيساعد التاني واحنا مبسوطين بان احنا مع بعض. وحتى الناس اللي ورا الكاميرا هنا احنا بنتعامل ان هم عيلتنا فبجد هما بيقولوا لا بس مالناش دعوه هما بالعافيه يا جماعه مفيش بشاميل. فهتنبسطوا هي تجربه فريده من نوعها قوي وبتحسوا ان انتوا بتاثروا فعلا. فتعالوا معانا. انا اقول رساله جديده على خد يا عم ايها الساده المشاهدين يعني خشوا فارماكاست هتتبسطوا جدا هتعملوا حاجه جديده هتستفادوا وانتوا يعني هتستفادوا من الكواليس فقره سيلز هتستفادوا من الكواليس. لا ما انا هقول بقى حاجه ده كويس يعني هتستفادوا من انت قاعد
قاعد يعني اصل انت قاعد في البيت الحلقه بتنزل ممكن تخش ممكن لا، بس انت قاعد وحاضر وقاعد قدام الدكتوره وبتتفرج، فانت 100% هتستفاد. خش ودوس يعني اقطع حته الرسائل دي واسال سؤال يعني سريع بس وردوا عليه بسرعه. او اول حاجه تيجي في بالكم اكتر كواليس حبيتها ايه؟ والطف حلقه مثلا إليني، دكتور إليني، رضوى، دكتور رضوى، دكتور سلوى، اول دكتور سلوى. لا بصراحه يعني اختلف. ممكن تقول انت؟ امتنع. لا انا عشان انا بصراحه كل الحلقات يعني كل حلقه ليها عندي كواليس. بقول لك اول حلقه بس اول اخف حلقه دكتور رضوى. دكتور رضوى طبعا مع حبي وتقديري واعزازي لكل الحلقات وكل الضيوف، اسهل حلقه والطف حلقه جريت كده كانت حلقه دكتور رضوى. يا جماعه احنا سجلنا انا بفتح المايك 45 دقيقه. هي طارق فين؟ هي بتجري. ما قلناش حاجه. 45 دقيقه. انا لسه بقول انترو يعني لسه بدردش معاك يا دكتور. وقفلنا المايك احنا سجلنا كواليس تانية او يعني حلقه تانية كنا ناويين نعملها اصلا، بس فاهم من كتر الداتا اللي معانا ما شاء الله. حلقه دكتوره سلوى كانت جامده جدا. دكتوره سلوى على المستوى الشخصي بصراحه يعني ما فيش زيها. دكتوره إيريني يعني ايه ده امانه انت تخجل قسما بالله فاهم. دكتور المنشاوي حلقه دسمه جدا، لكن في نفس الوقت حلقه كانت جميله جدا بصراحه. استفدنا حتى في الكواليس وقال لنا كلام الكواليس حلو. دكتور خالد الحلقه الثانيه، دكتور خالد على فكره يعني اكتر كواليس بالنسبه لي كانت انفورماتيف، لان انا عايزه اعرف حاجات عن الميديكال ريب وهو سمح لنا بمساحه ان احنا نسال كتير. صح. فكان الموضوع لذيذ. حلقه الدكتوره سماح كمان، دكتوره سماح نفسها برضو من اقرب يا نهار ابيض. حلقه الدكتوره سماح دي وقت تتسجل بقى يعني اصلا دي تصورها من اقرب الحلقات ليه. المهم ان احنا عرفنا يعني نحسب بقى انا عندنا كم معلومات حتى لو انت مش مهتم بالمجال ده، بس اللي هو انا كنت بقول لما يلا خدت اوفر فيو عرفنا نحسب كده ايه ده عيوبه كذا ومزايا كذا وعيوبه كذا. نكمل الرسائل بقى. كمل الرسائل للجمهور. انا كده قطعت من عندي. ماشي كمل. فانا كنت بقول يعني فارماكاست او غيرها خش في اي حاجه دوس، ما تخافش من حته ان انت مثلا ممكن تعرفش تظبطها مع الكليه مواعيدك وبتاع، لا هتتظبط وكله هيتليس وكله هيمشي وهي ماشيه ويعني هي ماشيه بجد زي الحلقات وهتتعلم وهتتبسط. المونتاج والله وهتعامل ناس وهتعرف حاجات جديده وتعلم حاجات تانية بره عن الكليه او ليها علاقه بالكليه، بس مع نفسك ابدا بدري عشان لما توصل بدري وتعرف يعني الطريق قدامك يكون طويل. حلو. شد حيلك يا بطل. شد حيلك. قصرت قوي. شد حيلك انت قدها. قوه. ايه يا شباب؟ ابدا انا. طيب بص كاميرا. اوكي دي هو في ميزه في فارماكاست تحديدا، وهي يعني دونا عن اي بروجكت تاني، فانت بتشتغل عشان يبقى في اند برودكت في الاخر. انت مش مثلا بتروح بس ايفنت او بتروح مثلا تنزل تعمل اي حاجه، لا انت في بتشتغل بالاسابيع علشان يكون في اند برودكت في الاخر الناس تتفرج عليه وتستفيد منه. فدايما ده بقى بيخليني اسال ان انا لما اتفرج على اي فيديو او اشوف اي حاجه او يوتيوب او في اي حته، اقول هم يا ترى كانوا قعدوا يتعبوا ازاي قبل الحلقه علشان تطلع بالمنظر ده. السكريبت اللي اتكتب ده اتكتب في قد ايه؟ كملي عارفه هي بتتوب بجد. طالعه من جوه قوي. الفيديوهات اللي هو 4 ساعات صوت الام. كملي حزينه. نواح ام بي 3. ففارماكاست غيرت فيا الحته دي، ان انا بقيت لما اتفرج على اي حاجه طب يا ترى المونتاج اخد قد ايه، مجرد الترانزيشن مثلا من حته لحته ده الشخص اللي قاعد يعمل يعني يشتغل عليه قعد فيها قد ايه وجات له الفكره ازاي والحاجات دي كلها. فدي ميزه فارماكاست ان هي بتغير رؤيتك لبعض الامور، مش بس بقى الكلام ده على اي فيديو ممكن تشوفه، لا في اي بروجكت عموما بقى تشوفه. مجرد مثلا ديزاين متعلق في الشارع يا ترى ده اخد وقت قد ايه، حد بيطلع يعمل برزنتيشن تقدر الحاجه اكتر. تعرفي اول حلقه مونتاج اخذت مونتاج قد ايه؟ دي كانت ابشع واحده. يا لهوي. لا 3 ايام ده كان شغل متواصل، يعني 3 ايام 16 ساعه شغل. ده انت وانا بعدها استلمتها. ده انت بس انت شغال عليها اشتغل عليها يومين بس. احنا خدنا في البدايه اللي هي التصفيه يعني التصفيه كده 5 ايام شغل. كنت اشتغل مينيمم 10 ساعات. كنا في رمضان قسما بالله كنت بنام 7 الصبح مثلا والله. بطبق من لغايه 7 اتفضلوا. كل ده عشان الابيسود كانت قد ايه الابيسود؟ دكتوره سلوى كانت 40 بس 42 دقيقه وباينه ان هي سيملس ما فيهاش مشكله والكلام سلس وبتاع. ففي افورت بيتحط علشان تشوفوا اند برودكت في الاخر. فدي فارماكاست بحسها يعني ان هي بتغير من رؤيتك للامور او بتديك نظره اعمق للامور. فجوين فارماكاست يا جماعه مش هتندموا. يعني انا حابه برضه اقول ان انت مش محتاج تبقى بيرفكت عشان تقدم وتقول لا ما في ناس احسن مني. يعني فكره ان انت عندك نيه انك تساعد، بس انت ممكن تجيب فكره، ممكن
ممكن تلحق موقف، مش محتاج ان انت تبقى انا في التصوير بيرفكت، انا في الميديا هبقى كويس، لا انا ما بعرفش اكون موجود على طول، لا ادخل، مش محتاج سكيلز، انت مش رايح قناه الحياه يعني فاهمني. فادخل وانت نفسك لو ما انت ما تعرفش حاجه انت اللي هتستفيد، انت هتكتسب سكيلز، انت هتلاقي اللي قدامك اللي بيقولك لا اعمل كذا هيساعدك في كذا، مش بس في المجال الصيدله يعني. فكره ان انت بتعمل لنفسك فاليو، بتحاول تساعد الناس، دي في حد ذاتها هتخليك شخصيا ساتسفايد، حاسس ان انت ليك قيمه. هو تكمله على كلام نور، هي فارماكاست تعتبر فرصه كويسه جدا لو حد حابب ان هو يعمل بورتفوليو في اي حاجه ريليتد للميديا بالظبط، الميديا اندستري، لان زي ما قلت في الاول في اند برودكت بيطلع، ده تقدر تحطه في البورتفوليو بتاعك، في كريدتس بتاخدها اتفرجوا عليه ويقيموه مثلا، في فيوز كمان تقول والله ده اشتغلت على البروجكت اللي عمل فيوز الفلانيه اون يوتيوب، اشتغلنا على البروجكت يعني انسب كله ليك عادي محدش هيراجع وراك. والله كنت شايلهم والله فرصه ممتازه يعني. انت ستار رسالتك ايه للجماهير؟ انا رسالتي ايه للجماهير؟ والله الله يعني تنفذ الكلمات بعد الكلام الناس الجميل ده. هم خلصوا يعني فاهم، مش حاجه يعني شكرا روحوا. انت ما عندكش رساله؟ ما بعد 16 ميسي بيشوط في الاخر والله. هو يعني اللي عايز اقوله انه ميسي، اللي عايز اقوله انه ما تسيبش فكرتك تروح على الارض، لو عندك فكره اسعى وراها. انت فكرتي اصل الفكره دي انا السنه اللي مش على الارض ولا حاجه. يعني ماشي يعني بس كانت الفكره السنه اللي فاتت، وفعلا لما لقيت الصعوبات دي كلها، طب سلام بقى انا رايحه اذاكر سيوتكس، يا ريتها جت بفايده. كانت حاجه صعبه اصلا برضه، والله جاي بالعافيه، كانت صعبه برضه يعني. فيعني الفكره اللي تيجي في بالك والله اسعى وراها، حتى لو ما نجحتش، كونسبت اللي بيسعى وبيتحرك بيوصل لحاجه. مفيش ايفورت بيروح على الارض، حتى لو ما جاش بالنتيجه اللي في بالك، حتى لو ما جاش بالنتيجه اللي انت كنت مستنيها، بس انت كسبان حاجه عامه، وما تعرفش الحاجه دي هتفيدك بعد كده في ايه، ما تعرفش الخبره دي هتفيدك بعد كده في ايه. حلقه دكتور شناوي لما قال انت في المصانع خبرتك مثلا انت اول سنتين بتاخد كل الخبره، بعد كده بتبقى ايه الخبره بتاخدها؟ موقف واحد، موقف ممكن تقعد 5 سنين خبرتك كلها في موقف ده اللي يعليك، ولكن الموقف ده انت ممكن ما تكونش واخد بالك دلوقتي هو هينفعك بعد كده في ايه، ممكن ينقذك بعد كده. وانت عمال بقى تلم النولج دلوقتي، يبقى انا بتعلم ده ليه فجاه عشان الموقف ده بس. بالظبط. ففارماكاست كانت فكره بفكر فيها كده قبل ما انام، طب ما اعمل كذا، ولو كنت قعدت احسبها، طب هكلم مين، هتصور ازاي، همنتج ازاي، هصور فين، لا كله جه على السكه. دي حقيقه، كله جه على السكه، قلنا بسم الله وكلها مش اهم حاجه النيه، لقيناها عندنا حلقه الخميس الجاي بالظبط. والله بالظبط عندنا حلقه الخميس الجاي. يلا نكلم الدكتوره، يلا فاهم. احنا اختيار القاعه برضو انا عايز امنشن، احنا اختيار القاعه بالمناسبه كان عبثي يعني. انا كنت رايح اتكلم مع الدكتوره بقول لها انا عايز اخد القاعه اللي في الدور الاول جديد تحت، فقالت لي انت بتاعت نقعد، قلت ايه ده؟ طب دي ممكن اخد دي؟ ممكن دي عجبتني مالها ايه ده انتوا كنتوا خافينها ليه دي؟ لما تروح تتقدم وتلاقي اختها احلى عمي ممكن اخد الثانيه واطلع الفرق. فاختيار القاعه كان برضو زي ما قال ستار يعني على السكه واحنا ماشيين كده. انا كنت رايح اتظبط مع الدكتوره حاجات مش في بالي خالص قاعه، احنا كنا تمام، طب انا عايز دي، رحنا بقى ظبطنا مع استاذ محمد وبتاع والدنيا طلعت جميل. فالحمد لله كانت متيسره فعلا يعني. ودي الرساله اللي انا عايز اقولها للجمهور. انا عايز اطلع عايز اطلع اخد كاميرتي بقى. جوين. احنا على مدار ال7 حلقات اللي صورناهم اغلب الدكاتره اكدوا ان انت تجوين الستودنت اكتيفيتي باي شكل من الاشكال، ايا كان نوع الستودنت اكتيفيتي، بس جوين يعني 5 سنين بتاعت الكليه اوعى هتفضل قاعد في البيت يعني. عايز تشتغل اشتغل، فانت تاخد اكسبيرينس، ذاكر بس انزل يعني. الدنيا واسعه، رزق يحب الخفيه. شوف يعني شوف اي مثل عايز تقوله بس بجد جوين. ودي حاجه اكتسبتها من فارماكاست، تتعامل مع ناس، في ناس كتير انت بتبقى خايف تتعامل معاهم في الاول، بس بتكتشف ان هو لا الناس دي لذيذه قوي، الجمال ده يعني فاهم. احرص انت تبقى تعرف تشتغل في تيم ورك، لان دي الحاجات اللي هتنجحك. لو انت عندك فكره في دماغك ممكن تكون فكره بس ما تنفذش، لا ابدا نفذ، لانها كده خسرانه يعني. هي الفكره انا بقى إيه؟ انا بالظبط انا اقصد ان انت كده الفكره ما تكون ما خسرانه طب ما تيجي تجرب يا عم. خسرت يا عم قشطه، اصلا ما انا عارف يا معلم انا قشطه ما عنديش مشكله. فكره كنت عارف هي انا بجرب بس يعني هي خسرانه بالعكس، هي ممكن تنجح وهتكتسب، هتعرف غلطتك في الموضوع ده وهتكتشفها وهتصلحها في السيزون. احنا السيزون الثاني اتوقع تبقى الدنيا معانا عرفنا حاجات كتير قوي، هنعرف نهندلها تاني في السيزون الثاني، وهنعرف حاجات اكتر من السيزونز اللي جايه بالظبط. فهي كده رساله كمان للجمهور، اعمل سبسكرايب، فولو البيج الفيسبوك، لايك، شير، واكتب كومنت على الحلقه.
بصراحه انا كمان عجباني حاجه وانا يعني قبل ما تختموا انا فعلا لا لسه ما ختمناش بجد السؤال بتاع لو انت رجعت ده انا عايز اساله قبل ما ترجعي برضه انا عايز اشكر لتاني مره عشان شكرتهم في حلقه الدكتوره سماح. عايز اشكر دفعه 70 كلها. اشكر تاني. تعالى بقى اشكر معايا عشان دول دفعتنا. عايز اشكر دفعه 70. بص هنا اللي مش من 70 يرجع ورا. عايز اشكر دفعه 70 كلها بصراحه. عايز اشكر الكوميونتي بتاع دفعه 70 على تويتر بالتحديد يعني، عشان الناس دي جميله جدا ومن اوائل الناس اللي دعمتنا. انا كنت برمي لينك الحلقه غالبا عادي يعني، ده تويتر فاهم، في 2 3 ستار يعمل لي لايك ولا تعمل لي لايك وصفحه فارماكاست تعمل لي لايك فاهم. فجاه لقيت في ناس بتشير بتريتويت، وفي ناس بتكتب لي كومنت، في ناس تدخل لي في ناس بقابلها تلقائي في الكليه بتقول لي على فكره اختيار الدكتور الفلاني كان حلو قوي. انا اصلا يا معلم انا كنت عارف انت هتتفرج برجوله يعني حبيبي والله العظيم مش عارف انت هتتفرج اصلا. فاشكر بجد كل الناس اللي دعمت فارماكاست من البدايه وعلى طول الطريق. ادم يعني كل الشباب اللي ورا الكاميرات ان هم الناس اللي دعمت فارماكاست كلهم بصراحه. نزل لهم في البدري وبتاع وهم ما لهمش والله حاجه الراجل جاي يعني فاهم كل حب يعني. وانا بشكرهم جدا. وبرضه عايز اوجه برضه رساله للجمهور انه فارماكاست مش بس لدفعه 70 يعني، هي بدات دفعه 70 وممكن تكون يعني دعمت في الاول بدفعه 70 ولكن هي مش لدفعه 70 ولا لدفعه معينه، هي للصيادله كلهم طلبه وخريجين، طلبه من كل السنين وخريجين ممكن نقول حديث التخرج يعني. اعتقد لو خريج عنده 5 سنين اعتقد خلاص بقى يعني ممكن يجي يصور معانا بقى خلاص. انت تعالى نستضيفك بقى انت. فهي حاجه مش لدفعه معينه، لينا كلنا في الاتهوم يعني فارماكاستنا يعني. لما تيجوا يا جماعه عادي ما بنضربش يعني يعني قشطه والله ما تخافوش يعني احنا كلنا بنطمن بعض عادي جدا ما تقلقش يعني مش هنقول لك حاجه. فتحياتي لكل الدفعات عموما اللي بتتفرج علينا فلوس. اول ما نديك فلوس قسما بالله انت لو اتاخرت 5 دقايق الغلطه الخاصه والله هدوس على رجلك مبدئيا يعني الغلطه الخاصه هكسرك. انا في فلوس خلاص انا في الشغل ما عنديش يا مرة. احنا بيزنس. طيب لو هترجعوا بقى لاول سنه في الكليه احنا بقينا انا مسكت الحديده دلوقتي. انا مسكت الحديده ونبدا باليمين. خلاص لا انا السؤال ده بجد عايزه اساله ليكي من الاول. لو هترجعي يعني في اول سنه انت شايفه دلوقتي هتحبي ان انت تغيري ايه؟ فيا ولا في الكليه؟ في السيناريو التجربه الستوري تيلينج بتاع الحدوته. كنت هتبسط بيها اكتر من كده، كنت هميك ميموريز اكتر من كده. انا اوريدي بدات اعمل ده مثلا من سنه تانية او ثالثه، اللي هو بدات انتشر قوي بقى واعمل صحاب اكتر واعمل ميموريز اكتر وبتاع. بس كان ممكن ابتدي ده بدري شويه من سنه اولى. وكنت هحضر محاضرات لان انا من سنه ده ندم ده معلش يعني لو بتحضريها تقولي ما كنت مش هحضر ما كنتش هحضر. لا والله مش علشان الكونتنت، بس علشان اتكلم مع الدكاتره واتعرف عليهم اكتر. يعني حاسه انا كنت محتاجه اديهم فرصه بدري عن كده يعني. بس دي الحاجه الوحيده اللي ممكن اغيرها. لذيذ. انا بالنسبه لي كنت احب ان انا اشتغل على السكيلز بتاعتي اكتر. حسيت فيما بعد ان في سكيلز كنت راكناها وبلا هدف. فحاسه طب الميديا ده، طب ما انت طلعتي عندك افكار، طب ليه ما عملناش ده من البدايه؟ طب ما كان زمانك انت وصلتي. فما كنتش هتقفل على المذاكره تاني حاجه ما كنتش هشتغل يعني. دي بصراحه بجد جامد. ميك ميموريز يا جماعه، هتتخرجوا خلاص بعد كده مش ما فيش اجازه نص السنه ما هتشتغل بس فاهم. انا كنت حاسه ان انا مقصره، حاسه اللي قدامي بيشتغلوا فده حسسني بستريس لو ايه انت اقل حد فيهم. فلا انت مش اقل من حد، وانت هتخلص كليه يبقى الوقت ده للشغل بس. انت في الكليه عيش ان انت طالب، شوف انت جواك ايه، هتلاقي نفسك سكيلز انت ممكن تستخدمها في الشغل بعد كده. اكتشف نفسك اكتر، ما تخليش اللي حواليك يضغطك يعني. هو ده بس. انا بالنسبه لي كنت هبقى يعني اهدى على نفسي شويه، الطف مع نفسي شويه. يعني ممكن نقول ان انا في اخر سنه دي بدات يعني اثق في نفسي اكتر، احب نفسي اكتر، اقتنع ان انا شخص كويس انفع. فاهم اللي هو لا والله الواد ده يجي منه، الواد ده يجي منه يعني. فاهم ممكن بس نسقف بس ايه سبب التسقيفه ليه؟ عشان انا بص في حكايات هنا بس ماشي. يعني كنت من اول سنه انا ممكن اقول مثلا بدات استلطف نفسي فاهم في السنه اللي فاتت يعني مثلا. فكنت هبقى اهدى شويه على نفسي. كنت قاسي على نفسي يعني بوث يعني بيرفكشنزم مع من حيث ان انا والله من ناحيه كتير ما علينا. البيرفكشنزم موتتنا بصراحه. اصلا مش عايز اخش في الايشوز بقى. ما تدخلنيش بقى في الايشوز، خش بقى في حته دارك بقى. ما تدخلنيش بقى في حته دارك بقى. ماشي المهم يعني. فكنت يعني لو قابلت نفسي وانا في اول سنه مثلا كنت هقول لنفسي انت هتبقى شخص كويس.
حلو. ما تقلقش انت هتبقى كويس، هتوصل للي انت عايزه في الاخر بالراحه. وكنت هدي مساحه لنفسي ان انا اتبسط اكتر برضو، اقعد مع ناس اكتر، ولو ان كل حاجه ليها ضريبه طبعا. وفكره انا ما كنتش شخص اجتماعي، كان وقت كتير بعيد عن التجمعات وبعيد عن الصحاب وهكذا. وقد ما ده دلوقتي ممكن اقول ان انا كنت احب اعوض ده، بس في الناحيه الثانيه فادني في حاجات ثانيه. اكيد صح. ما اقدرش اقول ان انا سبتهم على الفاضي، ما اقدرش اقول ان انا ضحيت بشويه حياه اجتماعيه على الفاضي. حلو. لا يعني كل حاجه كان ليها ضريبه. دي برضه رساله ممكن اوجهها للجمهور، ان كل حاجه ليها ضريبه. وما تزعلش لو اخدت حاجه وضاعت قدامها حاجه. لا يعني بص للي انت خدته، بص للي انت كسبته، ما تبصش اللي ضاع منك، لان انت لو بصيت اللي ضاع منك فانت هتضيع اللي معاك وركز في اللي معاك. اتفرج على فار الطباخ، غالبا هتلاقي النصايح دي عادي جدا من غير ما تسمع حلقتنا هتلاقي النصايح دي. مفيش اي مشكله. يوريكم صديقكم من انا كنت عايزه اقولها لو ركزت على ضاع منك عمرك ما هتلاقي اللي بيستناك. بس لا يعني عادي احلى. انت عمرك ما هتحس بقيمه اللي معاك اوريدي لو ركزت على اللي ضاع منك. وانت هيبقى انت لو ركزت هتلاقي ان معاك كتير جدا. وانت يا شباب؟ والله بصراحه انا حاسس ان انا استويت، يعني عارفه ده البريميوم على لسه شويه لسه شوكه يا شباب ساعتها الناحيه الثانيه. لا انا حاسس ان ده البريميوم بصراحه. يعني لو في حاجه يعني كنت حابب اعملها، كنت حابب ابقى اجرأ اكتر قبل كده. يعني كان عندنا افكار بصراحه كتير. لا اجرأ في التنفيذ. كان عندنا افكار كتير، بس اكتشفت بعد كده ان هو يا ابني طب ما اصلا انت كنت بتتعلم الحاجه اللي هتخليك تبقى عندك الثقه ان انت تنفذ. ما انت هتيجي تنفذ وانت فاهم ما بتعرفش تعمل كات، طب ما هتيجي تنفذ هتقف بعدها هتعمل ايه؟ فعشان كده بقول لك حاسس ان هو الفتره اللي انا كنت زعلان فيها ان انا في افكار بتترمى كلها كده موجوده. انت يعني حاضر معايا الموضوع من زمان، افكار كلها مرميه ولذيذه، افكار حلوه يجي منها، كل ده اوت عشان خاطر ما كنتش جري في التنفيذ. بس زي ما اقول لكم ما كنتش اعرف انفذ، يعني ساعتها ما كانش اتوقع ان انا عندي القابليه ان انا ممكن انفذ. بس فلا انا سعيد، يعني انا مش هغير حاجه بصراحه. السيناريو بيست سيناريو بصراحه موجود لذيذ ده فعلا جامد بالنسبه لي. كويس. انا ايوه هنا يعني في سنه ثالثه فمش بعيد عن اولى بس يعني لسه اول امبارح يعني 2001 ده 2002 بس مش 2001 2002 اصلا. يا لهوي ما طلع 2001 طلع انت 2001 و2002 اغلط بقى فيك. سنه اولى يعني انا يعني مش هغير حاجات كتير، همشيها بنفس السيناريو، لان اللي انا عملته في سنه اولى وصلني اللي انا فيه هنا، وانا دلوقتي راضي ومرتاح والحمد لله وكله بونو عظيم. والله العظيم ده فانا في سنه اولى لو هغير حاجه هغير حاجات بسيطه، يعني تعاملي مع ناس مثلا هتعامل اكتر بتاع، مش هزنق نفسي في زون معينه، وانا يعني عملت حاجات بس زنقت نفسي في زون معينه. فانا ناوي يعني حاسس ان انا هرجع فاهم. عايز ابقى ناوي عايز ابدا عايز ابقى انا يعني لا هغير حاجات بسيطه في طريقه التعامل مع الناس، ان انا اتعامل اكتر. الحاجات اللي عرفتها دلوقتي بس انت مفيش حد من الكلام مش عارفه ياسر. تعامل مع الناس مين؟ انت الدكاتره كلها عارفينك، المسرح عارفك، الجامعه عارفاك، راجل امن الاستاد عارفك. نبدا بدري فاهم، يعني نبدا ده يعني نبداه بدري فاهم. بس في غلطات معينه ما كنتش هقع فيها خالص. بس انا يعني الحمد لله كل اللي عملته بشوف نتيجته لسه مرضيه الحمد لله الحمد لله. يلا اهي ماشي حاجه انا ايه جاوب على سؤالي. انا صح مش هغير اي حاجه بس يعني لا لما التشويق اذن لا ما انا لسه جايلك في الكلام اصبر. كنت هبقى احن على نفسي برضو، كنت هبقى احن على اللي حواليا، ما كنتش هتكسف اعمل حاجات بعينها عشان حسيت ان ده ممكن يكون ضيع فرص عليا في وقت بعينه، او ان انا يعني هقول لك هفهمك يعني بمعنى ان في حاجات او في تعاملات انت بتحس ان انت انا في ناس دلوقتي معايا في السكشن ومعايا حواليا بيكتشفوا شخصيتي، بيكتشفوا ان علا ايه ده، علا كانت مثلا على مدار ال5 سنين انا كتومه ومش بتكلم، انا اجتماعيه وادوس وابقى معاكم، بس انا يعني انا قلت حاجات عن نفسي او انا وضحت مشاعر في الحلقه دي انا استحاله كنت اقولها مثلا من سنه. فالحاجه الوحيده اللي انا كنت هعملها ان انا ابقى بعبر اكتر او ان انا ابقى بتكلم اكتر. انا رحلتي راضيه بيها جدا، اتعلمت جربت سكيلز تمام، صحاب عملت وانبسطت، وحتى كل حاجه يعني ايه انبسطنا وخدنا على دماغنا الاثنين في بالانس كده حلو جميل. بس هي فكره ان انا كنت دايما بخاف ان انا اوري نفسي اللي حواليا، فهرجع هوري نفسي ومش هبقى خايفه ان انا اكون على طبيعتي. اجابه ثيرابي سيشن على الضيق عاملين كده حاجه خفيفه كده بس لذيذ والله العظيم. يعني احنا سعداء كلنا بوجودكم كلكم في فارماكاست. عايز تقول حاجه؟
انا عايز اقول شكرا، حلقه اوفر ويلمنج. انا عايز اقول شكرا لكل حاسه ان احنا هنقفل وهنعيط يعني لا هنعمل نقفل وهناكل. انا بهبط منكم ضغطي دلوقتي وطى، فيلا سبسكرايب يلا يا جماعه سبسكرايب بالله عليكم. انا ختاما يعني هقول بس شكرا ليكم يا شباب، شكرا روان، شكرا ليكم انتوا والله، شكرا انتوا آسر، استنى بس ما اكمل. شكرا آسر جدا، شكرا جدا آسر، شكرا علا، شكرا شوقي طبعا حبيبي اخويا والله العظيم يعني رومانسيه نسيه. هو عمري انا على فكره. لا ما كانش قوي. ليه انا كنت هشكلها، كنت هغطي والله. عايز اقول شكرا طبعا لكل الناس اللي يعني اولا امنت بالفكره مشيت فيها للاخر، شكرا للناس اللي تابعتنا، شكرا للدكاتره، شكرا لكل الناس، شكرا لكل حد ساعد ودعم بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، وشكرا لحد سهل الطريق علينا على قد ما نقدر. وافتكرونا وما تنسوناش، يعني احنا داخلين على اجازه صيف وخلاص وبتاع، بس ما تنسوناش احنا راجعين قريب ان شاء الله. ادعوا لنا بقى نرجع بالتيم كله ما ينقصش حد، ويزيد علينا ناس تانية اجدد ان شاء الله. بس كده يلا بينا ننزل المكرونه. بس حد يجيب مكرونه بشاميل، سيبها دايره سيبها دايره. فركش بنقولها بعد ما خلصنا وتعبنا خلصنا وخلاص فيصنا.